أخطر جريمة صارت بالعراق. عصابة مجهولة تقوم بأعمال دموية في داخل العراق. إذا قلبك ضعيف لا تكمل هذا الفيديو، لأن هاي العصابة سوى الشغلات راح تصدمك، وأول مرة تسمع هيك شي بحياتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله زينين. قبل ما نبدي هاي القصة، إذا بعدك ما مشترك بالقناة اشترك وسوي لايك وجيب لك شي تاكله وشربه، ويلا نبلش. في عام 1997 تحكينا القصة عن ضابط تحقيق اسمه حسين، وكان جالس بمركز الشرطة بمكتبه الخاص، وكان جدا مكتئب وضايج من عمله، وهو دا يفكر بقوة وبشاعة الجرائم اللي صارت بالايام السابقة، وهو فعليا كان يفكر ويريد يستقيل من عمله كضابط تحقيق، وكانت امنيته يشتري قطعة ارض بعيدة عن البشر، ويقوم بزراعة هاي الارض ويبتعد عن البشرية كلها، ويعيش بها بسلام بعيد عن التحقيقات والجرائم اللي كانت مأثرة على حياته. فبين ما كان يفكر ويتأمل باحلامه هاي، فجأة اجاه اتصال طارئ، وكان الاتصال تبليغ عن قضية إجرامية طارئة وصارت بالريف العراقي، فقالوا له يجيب دورية وياه ويجي بكل سرعة للمكان، لأن هاي الجريمة هي الأشد بشاعة بمسيرته كمحقق. غلق الضابط حسين التليفون بسرعة وأخذ وياه شرطة وتوجهوا بكل سرعة للمكان. فيتكلم ضابط حسين ويقول: دا نمشي بالسيارة والجو كان مغيم ويريد يمطر، وأنا كنت قلق هواي من وصف الجريمة اللي وصفوها إلي بالتليفون. حسب قولهم هاي راح تكون من أبشع الجرائم اللي مرت علي بمسيرتي كضابط محقق. فبأثناء ما نمشي بالسيارة واحنا بوسط الريف، لاحظت من بعيد وجود 3 من افراد الشرطة مجتمعين على شيء ساقط على الارض، فتوجهنا بكل سرعتنا الهم وتوقفنا يمهم. فنزلت من السيارة وانا نبضات قلبي تسارع بكل خطوة اخطيها. وصلت لموقع الجريمة، والصدمة شفت هيكل عظم الكائن بشري، وهذا الهيكل العظمي موجود بيه اجزاء قليلة من اللحم، كان نص وجه الجثة متآكل، وعيون الضحية ما موجودات، والجثة بيها قليل من اللحم البشري، والباقي كله هيكل عظمي. وبجانب هاي الجثة كان اكو حفرة واسعة لكنها مو عميقة، ومن الواضح كانت هاي الجثة بداخل هاي الحفرة. وبحسب خبرتي عرفت ان هاي الجثة تم نبشها واخراجها من هاي الحفرة من قبل الحيوانات البرية على ما اعتقد. ومن شفت هذا المنظر المرعب كأنما انسحبت روحي من جسمي، فوخرت عن المكان وردت اتقيأ من شدة بشاعة المنظر والرائحة الكريهة. فاستجمعت قواي ورجعت المكان الجثة حتى اكمل تحقيقي بيها، واكتشفت اكو جزء من مكان بطن الجثة كان مشقوق بدقة واحترافية بآلة حادة. ومن خلال خبرتي اكتشفت ان تم قتل الضحية ودفنها بهذا المكان البعيد بالريف، وقامت الحيوانات البرية باكل جزء من الجثة. لكن من راح يكون القاتل؟ القاتل لحد الان مجهول الهوية. المهم قام الفريق الطبي بعملهم وشالوا الجثة وودوها للطب العدلي. وكانت اكو قرية صغيرة لاحظتها باثناء مجيئي لمسرح الجريمة، تبعد حوالي تقريبا 500 متر عن مكان اللي لقينا بيه الجثة. فتوجهنا انا وفريق لهاي القرية، وبعد ما دخلنا لهاي القرية كانت القرية غريبة. اول ما دخلنا الها شفنا 2 ولد ركضوا بسرعة ودخلوا بمضيف صاير بنهاية القرية. فتوجهنا لهذا المضيف ونزلوا وياي 3 من الشرطة، وتقربنا من هذا المضيف وكان مصنوع من القصب، ودخلنا إليه وكان موجودين مجموعة من الاشخاص بداخله. فسلمنا على الموجودين وردوا علينا السلام، قالوا تفضلوا استريحوا المضيف مضيفكم. فقعدنا بالمضيف، وكان يترأس المضيف رجل كبير بالعمر لابس اسود، وعيونه كانت مكحلة ونظراته حادة، كان مبين هو رئيس القبيلة. فقال تفضلوا. فقلت له لاحظنا وجود جثة تبعد حوالي تقريبا 500 متر عن مكان هاي القرية مالتكم. فمن قلت له هذا الكلام شفت فجأة تعابير وجهه تغيرا وظل يتلفت يمين ويسار. فكملت وقلت له هل لاحظتوا تحركات غريبة بالايام اللي مضت، او عندكم اي معلومة عن هاي الجثة؟ فقال رئيس القبيلة والله احنا ما نعرف اي شيء عن اللي تحكيه، وما لاحظنا اي شيء غريب، لكن شيء واحد بس، واللي هو قبل يومين شفنا نوع سيارة بيكم متوجهة باتجاه الغرب، ودائما ما نشوف في سيارات متوجهة لهذا المكان من اجل الصيد والتخييم. نظرت للاشخاص اللي كانوا موجودين بالمضيف، لكن الغريب بالموضوع كانوا 2 من هذول الاشخاص ما مبين عليهم من ابناء هاي القبيلة، يعني وجوههم وترتيبهم ما يدل على انهم من اهل هاي القرية، وكانوا مبينين اشخاص من المدينة. سألت شيخ القبيلة عنهم وقال لي هذول خطارة من المدينة وجايين علينا. فكملت حديثي ويا الشيخ، واثناء ما دا اتكلم وياه فجأة دخل علينا شخص بسرعة
بسرعة للمضيف، وكان وجهه مرعوب وخايف وملاحظ وجودنا، وقال للشيخ: الحق يا شيخنا. واول ما شافنا سكت وما كمل كلامه. فباوعت بسرعة للشيخ وشفت ملامح وجهه تغيرت ووجهه قام يطلع الوان، فحسيت اكو شيء دا يخفونه عني اهل هاي القرية. المهم كملت تحقيقي ويا هذول الاشخاص وطلعت من المضيف وسويت نظرة سريعة على القرية كان بيها بيوت قليلة جدا، تقريبا 6 بيوت فقط. لكن لاحظت شيء غريب هواي، شفت مجموعة كبيرة من الكلاب بداخل هاي القرية، فتقربت من هاي الكلاب، والغريب شفت افواه واسنان هاي الكلاب مليئة بالدماء، واقدامها نفس الشيء، وكأنما كانوا ياكلون هذول الكلاب بفريسة معينة. المهم طلعت لخارج القرية وصعدت بالسيارة ورجعنا لمركز الشرطة، وانا راسي مشوش ومليء بالتساؤلات حوالين هاي الجريمة الغامضة وهاي القرية. فقررت ثاني يوم بالليل اروح وحدي واراقب هاي القرية واشوف شنو اللي دا يصير بيها، ونفذت الخطة مالتي ورحت ثاني يوم بالليل الساعة 10 وخليت سيارتي بعيدة عن القرية، وختلت ورا نخلة كبيرة وقريبة عن القرية، وظليت على هاي الحالة انظر واراقب التحركات اللي تصير بيها. واثناء ما دا اراقب شميت رائحة كريهة ومزعجة ومقززة للغاية، وكان مصدر هاي الرائحة وراي، فافتريت وشغلت الكشاف وظليت ابحث عن مصدر هاي الرائحة. لكن شفت وراي نهر جاري، فاقتربت لهذا النهر حتى اعرف شنو مصدر هاي الرائحة الكريهة، وبحثت هواي، وانا كنت بالقوم بتحمل هاي الرائحة لان صارت جدا كريهة. ونظرت الى جرف هذا النهر، والصدمة شفت على جرف النهر مصارين واحشاء متعفنة، فلعبت نفسي من المنظر وما قدرت اقترب اكثر، وما كنت اعرف المن واليا كائن هاي الاحشاء والمصارين، لكن كانت من الواضح الكائن كبير لان الاحشاء كانت كبيرة، وما اعرف هل كانت هاي الاحشاء البشر او الحيوان. وهنا زاد القلق اتجاه هاي القرية الغامضة، لان دا تصير بيها شغلات ما يعقلها العقل، وشنو نوع الاعمال اللي دا يقومون بيها. فرجعت مرة ثانية وختلت ورا هاي النخلة حتى اراقب التحركات اللي بالقرية، ولكن لحد الان الامور هادية وطبيعية بداخل القرية، ماكو اي شخص بيها، ومن الواضح كانوا كلهم مجتمعين بداخل المضيف. ومر الوقت ومر وانا واقف وبعدني دا اراقب، بس فجأة سمع الصوت صراخ عالي الرجل صادر من احدى البيوت الطينية اللي كانت بداخل القرية. نظرت لهذا البيت وشفت الشخص طالع ويركض بكل سرعته، وكان يركض مفزوع ومرعوب ويصرخ، وطلع ورا شخص ثاني، وهذا الشخص ظل ينادي على الاشخاص اللي كانوا بداخل المضيف بانهم يطلعون ويلحقون وراه بسرعة. فطلعوا بكل سرعتهم اشخاص من المضيف، وظلوا يركضون ورا هذا الشخص المرعوب اللي ظل يصرخ بكل صوته. وهذا الشخص من الواضح كان هو شارد من عندهم ومرعوب، بس المشكلة كانت انه هذا الشخص كان يهرب من عندهم باتجاهي، وبس يوصل قريب من عندي اكيد راح يلاحظون وجودي ويكشفوني، وانا بعدني متخفي ورا هاي النخلة. فمن صار قريب من يمي اتوقف هذا الشخص، واللي شفته بهذا الشخص الهارب صراحة فاجئني وارعبني. شفت هذا الشخص ما كان لابس اي ملابس، والصدمة شفت بطنه مشقوقة واعضاء طالعه برا جسمه، وماسك احشاء بايده والدماء تسيل من بطنه بكل مكان. انا انصدمت من هذا المنظر كان دموي، فظل واقف قدامي لمده 10 ثواني وراها سقط بالارض. وطلعوا الاشخاص اللي كانوا بداخل المضيف وشالوه من الارض ورجعوه للغرفه اللي طلع من عندها. وهنا انا من شفت هذا المنظر المرعب اللي صار قبل شويه كانما كنت بحلم. معقول اللي دا اشوفه انا صحيح؟ شنو اللي دا يصير بهاي القريه المخيفه؟ ومنو هذا الشخص اللي مشقوقه بطنه؟ وشنو اللي دا يسوون بهذا الشخص هذول الشياطين؟ وراها رجعوا هذول الاشخاص داخل المضيف، واللي دخل ويا هذا الشخص المشقوقه بطنه داخل الغرفه فقط 2 رجال، وتخيل منهم هذول اللي دخلوا وياه. راح افاجئكم واقلكم هذول نفسهم الاشخاص اللي شفتهم بالنهار داخل المضيف. وسالت الشيخ وقال لي هذول خطار جايين من المدينه، هم نفسهم هذول الاشخاص كانوا موجودين ويا الشخص المشقوقه بطنه بالغرفه، وما اعرف شنو الشيء المرعب اللي دا يسوونه بداخل هاي الغرفه. وبعد مرور نص ساعه شفت الشخص طالع من هاي الغرفه، وكان ماسك بايده وعاء كبير، وكان من الواضح انه هذا الوعاء ثقيل. شفته وهو دا يمشي ومتجه باتجاه النهر، ومن وصل للنهر قام برمي الشيء اللي كان بداخل الوعاء، وراح ورجع مرة ثانية للغرفة الطينية. وانا بسرعة توجهت للنهر للمكان اللي شمر به هذا الشيء، ومن وصلت للنهر اتفاجأت وانصدمت بوجود دماء وبقايا احشاء ومصارين نفسهن اللي شفتهن قبل شوية. وهنا عرفت انه هاي الاحشاء كانت احشاء بشرية، فازداد الرعب بداخلي. فظليت اسأل نفسي شنو اللي دا يسوونه هذول الشياطين بالناس.
وبسرعة رجعت لمكاني ورا النخلة وهم ظليت اراقب. فشفت السيارة نوع بيكم متوقفة امام الغرفة الطينية، فقررت بهذاك الوقت اتقرب شوية شوية للغرفة حتى اقدر اسمعهم واشوف شنو اللي يسوونه. فتقربت اكثر واكثر ووصلت للبيت الطيني وظليت اراقبهم بالظلام. فشفت الاشخاص الاثنين طلعوا شي كبير من كيس نفايات، ومبين هذا الشي كان ثقيل ووضعوه بداخل صندوق السيارة. وسمعتهم يقولون لصاحب السيارة شي صدمني، قالوا له هالمرة اخذ هذا النص فقط وقوم بدفنه بمكان بعيد جدا. يبدو ان هذول افتهموا الدرس وما راح يدفنون الجثة كاملة بنفس المكان حتى تضيع جريمتهم. فانطلقت السيارة وراحت، والاشخاص الاثنين رجعوا مرة ثانية داخل البيت الطيني، وهاي راح تكون فرصتي الوحيدة حتى اعرفهم. فتقربت شوية شوية للبيت الطيني، وبعد تعب اخيرا وصلت يمه، وكان اكو شباك صغير بهذا البيت. اتقربت منه وظليت انظر من خلاله، وهنا كانت الصدمة. شفت نصف جثة بني ادم فاتحين بطنه ومفرغين كل الاحشاء اللي بداخله، والنصف الثاني ما موجود. وكانت هاي الجثة لنفس الشخص اللي كان يركض ومرعوب، لنفس الشخص المشقوقة بطنه هو نفسه. وشفت هذول الاشخاص دا يقطعون بالجثة ويخلوها باكياس نفايات كبيرة. فعرفت شنو اللي دا يصير بالضبط بهاي القرية. فمباشرة رحت وركضت سيارتي وتوجهت لمركز الشرطة، وجبت وياي 3 دوريات مع الشرطة وتوجهنا بسرعة لهاي القرية. واخيرا القينا القبض على هاي العصابة المجرمة وهم متلبسين بعد مقاومة كانت عنيفة من طرفهم، وقاومونا بالاسلحة والرشاشات والبنادق، لكن بالنهاية قدرنا نقبض عليهم بالكامل. وبعد اجراء التحقيقات وياهم عرفنا ان هاي عصابة وكانوا يختطفون بالعالم ويتاجرون باعضائهم البشرية. وهذول الاثنين اللي كانوا يقطعون بالجثث كانوا عبارة عن دكاترة وجراحين، واخيرا تم القبض عليهم وخلصوا البشرية من شرهم. ولهنا وتنتهي قصتنا. اتمنى يا رب عجبتكم ونالت اعجابكم. اذا عجبتكم هاي القصة لا تبخلون علينا باللايك والاشتراك بالقناة، ونشوفكم بالحلقات الجاية ان شاء الله، ومع السلامة.